السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كوزين مامي ياسمين. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نوجد معكم هاد الغريبه كتجي معلكه بالكاوكاو، كتجي غزاله. نتمنى ان شاء الله تنجح معكم كتجي ناجحه من اول تجربه. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير البنات، عندي هنا نص كيلو ديال الكاوكاو اللي حمرته غير شي شويه، غير كنحيدو منه داك نطيرو منه ديك الخضوره كيف ما تنقولوا. ما غاديش نحمروه بزاف تيولي مقرمش، وما غاديش نخليوه خضر، يعني بين وبين. درتو هكا في الهاشوار، زدت عليه تقريبا كاس ديال السكر سنيده. الا ما بغيتوش الحلاوه معاه كندوزها في سكر كلاصي. يمكن لكم ديروا غير كاس لاروب صافي. وطحنت هنا البنات كيف ما شفتوا. ما كنبقاش كنطحن بزاف حتى يطلق لينا داك الكاوكاو الزيت ديالو، لا غادي نطحن غير شويه هكا، نخليه مهرمش شويه باش يبقى لينا باين في الغريبه صافي. وغادي نديرو هكا في واحد البول، وغادي نزيد عليه هنايا كيف ما شفتوا البنات معلقه ديال الكليكوز، معلقه كبيره. الصراحه هاد الكليكوز كيعطي ديك التعليكه الغريبه. الا ما كانش عندكم فعوضوه بالكونفيتور، يعني الا كان الكليكوز ديروه، ما كانش عوضوه بمعلقه كبيره ديال الكونفيتور، يعني نفس النتيجه. عندي كاس لاروب تقريبا عفوا 4 كاس ديال ماء الزهر، وعندي هنايا خماره حمراء كيف ما شفتوا. وغادي نزيد كيف ما شفتوا هنايا 2 ديال البيضات. بالنسبه للبيضه البنات، انا عندي حجم هنايا كبير. الا عندكم حجم كبير صغير ديروا 2 ديال البيضات. الا بقى خاصكم ديك الساعه تضربوا واحد البيضه في شي زلافه، وتبداو تضيفوا بشويه بشويه صافي. هنايا كيف ما شفتوا غادي نبقى نجمع هكا داك الخليط حتى يتجانس، ودغيا دغيا كيتجمع لينا هاد العقده. ما كتاخذش منا وقت كبير. كنحاول هكا ندلكها باطراف الاصابع مزيان ونبرك عليها باش هكا كينسجم الكل مع بعضياتو. وداك الكليكوز حتى هو كيذوب وكيدخل كتدخل المكونات في بعضياتها صافي. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نجمع هاد العقده ديالي ونرجع معكم صافي. من بعد ما جمعت كيف ما شفتوا العقده، غادي نحصل على واحد العقده اللي خفيفه شويه صافي. وغادي نخليها في الثلاجه البنات تقريبا واحد 4 ساعة ولا نص ساعه حتى كتشرب وصافي. وكندوز نشكلها. هنا بالنسبه التشكيل كديروا القياس اللي بغيتو. انا درت واحد الكويرات اللي متوسطين تقريبا واحد 9 الغرامات تقريبا في كل وحده، ما بين 8 و 9 غرام صافي. وخديت هنا البنات سكر كلاصي سبيسيال، من الاحسن سكر كلاصي سبيسيال باش هكا ما كيتحرقش لكم في الفران، وكيبقى شاد في الغريبه، ما كيحيدش منها، ما كيذوبش صافي. هنا كيف ما شفتوا كنبقى ناخذ هكا ديك الحشوه اولا ديك العقده، وكندير كويرات حتى كندير واحد العدد هكا في الصحن صافي. وكنبدا نلبسهم بسكر كلاصي. كنحاول هكا نلبسهم مزيان بالسكر كلاصي كيف ما شفتوا. بالنسبه للبنات الا عندكم السكر العادي، يمكن لكم تزيدوا معاه معلقه ديال النشا. كتخلي داك السكر يلصق وكيبقى ثابت لينا فوق الحلوى صافي. كنحاول هكا تكون يدي سخيه ونخليها تهز السكر مزيان الحلوى صافي. وغادي نستفهم هكا في اللاطه حتى نكمل ان شاء الله الكميه كامله. وغادي تشوفوا معايا الطريقه ديال الطهي ديالها.
هنا من بعد ما كملت كيف ما شفتوا الكميه كامله، هنا كتاخدو كيبقى لكم الاختيار التزيين في الوجه، يا اما كتاخدو غير الكاوكاو، مع انا درتها بالكاوكاو، فخديت غير طريفات ديال الكاوكاو هكا كنحطهم وكنحاول انني نضغط عليهم غير شويه، لان هي مازال غادي تدخل الفران وغادي تهبط بوحديتها كتاخد داك الشكل راسها. كنحاول هكا غير نثبت ديك الكاوكاو هكا شويه في الوجه صافي ونخليها ما كنضغطش بزاف. بغيتو ديروا لوز ولا ديروا كركاع كيبقى لكم الاختيار. المهم انا حيتاش درتها بالكاوكاو زينتها غير بديك الطريف ديال الكاوكاو، هذا هو الشكل ديالها. شوفوا ملي خرجت من الفران كتجي غزاله وكتجي زوينه وكتجي ناجحه 100%. نتمنى ان شاء الله تجربوها. بالنسبه لبنات الفران، ف شعلت الفران حتى سخن، وشعلت الفوق لتحت حتى سخن مزيان، وطفيت لتحت وخليت غير الفوق شاعل، درتو على درجه 180 وخليتها حتى تشقات صافي. وشعلت عليها شعلت عليها العافيه من التحت، غير تحمرات دغيا، ما كتاخذش معكم وقت كتير، واحد 10 ديال الدقائق حتى ل 15 دقيقه صافي دغيا كطيب. المهم ما تغفلوش عليها، ردوا البال للفران وصافي. كان هذا هو الشكل ديالها. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم وتجربوها، ويكون هذا الفيديو خفيف ظريف على قلوبكم. شكرا جزيلا الناس اللي كيخليو لي تعاليق زوينه وكيشجعوني، شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم. شكرا كذلك على اللايكات. اللي كيشوف قناتي لاول مره ما ينساش يفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد، وبارطاجي مع الاهل والاصدقاء لا فيديو باش تعم الفائده. شكرا لكم جزيلا، الى اللقاء فيديو قادم بحول الله.